السلام عليكم، مساكم الله بالخير. أنا بشار بالسعود من ورشة الربع ميل، وهذه عيادة السيارات. اليوم عندنا موضوع الكفرات. نبغى نتكلم حول متى أنا أحتاج أبدل كفراتي. إذا النكشة كاملة متكاملة، هذه واحدة من العلامات إن التاير عندك سليم، ولكن هناك في دائما علامات أخرى تتأكد إن التاير أساسا عندك أنت ما هو لا يابس ولا ضاربة الشمس ولا هو متحلل ولا عمره قديم. ممكن تكشف عليه عن طريق هذه الشعيرات اللي تكون أو العلامات اللي تكون موجودة على جنب الكفر. أنت مجرد أن تسحبه تشوف فيه ليونة، أعرف أن التاير حقك سليم. بمجرد أن تشوفه يتقصف أعرف أن التاير عندك فيه مشكلة. أيضا تأكد أن النكشة تكون سليمة من الخارج ومن الداخل. إذا أنت عندك مشكلة في وزنية الدركسون أعرف أنه راح يتآكل إما من الداخل وإما من الخارج. إذا كانت النكشة سليمة من الخارج تأكد فيها من الداخل أيضا. وأخيرا إذا أنت عملت ترصيص إلى الجنوط وفي رجة أعرف أن المشكلة عندك في التاير، لأن التاير فيه نسيج شبك حديدي، هذا ممكن يتضرر إذا إن إحنا مثلا أكلنا مطبات بطريقة خاطئة أو إن إحنا وقفنا السيارات لفترات طويلة جدا. إذا أنت أساسا السيارة ما تستخدمها توقفها فترات طويلة، يفضل إنك ترفعها على الأرض أو إنك تشيل الكفرات تخزنهم على جنب، وبذلك تحافظ على جزء من عمرهم.